السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام لي. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم أمة محمد إن شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم الخير جميعا اللهم آمين. علف السمان اللي كان موجود عندي، الشكارة اللي أنا كنت جايباها خلصت، ما عادش فيها إلا حوالي 10 كيلو، فقلت أسيبها للطيور الصغيرة. فخلاص بقى الفراخ الساسو والبزراميط والكلام اللي موجود عندي هنا كله في البيت ده، والشمورد والبط والحاجات اللي موجودة عندي هنا كلها في البيت ده، ما عادش لهم علف. فجيت النهارده جبت 25 كيلو علف تسمين، 21 بروتين، 21% خشن اهوت، ودشت لهم 20 كيلو عيش. يعني دول 25 ودول 20، يعني 45 كيلو علف. هنضيف عليهم اضافات تانية النهارده. هنقلب الخلطه ديت، دول 45 كيلو علف. هنقلب الاضافات دي كلها على بعضها، الحاجات دي كلها على بعضها، وهنضيف عليها مكونات جميله جدا جدا. هترفع معاهم وزن، هترفع وزن الطيور مع مع العيش مع العلف. هتمنع الديدان من جسم الطير بتاعك. فيها مضاد حيوي، فيها رافع مناعه، الحاجات اللي هنضيفها الوقت، الاضافات اللي هنضيفها فيها قاتل للبكتيريا. كل المكونات اللي موجوده معانا املاح. هوريكم المكونات اللي هضيفها دلوقتي حالا. يعني مش هنعمل اي خلطات، مش هنعمل اي وصفات، مش هنعمل اي حاجه، كل حاجه هنحطها جافه فوق الخلطه بتاعتنا النهارده. هنعلف ونحط ميه فقط لا غير. يعني المكونات اللي هنحطها النهارده ديت كفيله انها تحافظ على طيورنا. لا هنعمل خلطات تانية، ولا هنحط وصفات، ولا اي حاجه هتحفظ طيورنا من اي حاجه. يعني املاح هتلاقوا، فيتامينات هتلاقوا، رافع مناعه، للديدان، بروتين للاسهالات، كل حاجه هتلاقوها في الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهارده. فخليكم معايا وتابعوا معايا. بس على ما افضي العيش وافضي العلفه هوريكم الاضافات اللي هنضيفها على الخلطه بتاعتنا النهارده. اضافات كلها جميله جدا جدا، حاجات كلها ممتازه. بس خليكم معايا وتابعوا الفيديو للنهايه عشان تستفادوا من الخلطه اللي احنا هنعملها. عشان كل اللي عايز يعمل خلطه للطيور بتاعته، سواء هتربيها للانتاج او هتربيها للذبح، الخلطه ديت ممتازه جدا جدا، خلطه تسمين. في نفس الوقت برضو لو هتربي الانتاج للبيض برضو كويسه جدا جدا، هتسرع معاك في نسبه انتاج البيض. فهي خلطه ممتازه جدا جدا، والاضافات اللي هتنضاف عليها احسن واحسن بكتير. زي ما قلت لكم مش هتحتاجوا لاي خلطات، مش هتحتاجوا لاي وصفات، لان الحاجات اللي احنا هنعملها بنضيفها على الخلطات وبنضيفها في نفس الوقت على الوصفات. فكل حاجه هتبقى داخله الخلطه بتاعتنا ديت ممتازه ووقايه من كل حاجه. فخليكم معايا برضو زي ما قلت لكم، اسمعوا الفيديو للنهايه. بس قبل ما ندخل على محتوى الفيديو بتاعنا والحاجات اللي هنضيفها، يا ريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا حبايب قلبي اهو، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بسم الله ما شاء الله. هوريكم بقى المكونات اللي موجوده معانا النهارده. معايا كزبره ناشفه، معايا كمون، معايا قرفه، معايا شطه حاره، معايا فلفل اسود، معايا ملح، معايا نشا، معايا شيح. كل المكونات ديت على الخلطه ديت ممتازه جدا جدا. زي ما قلت لكم ديت روافع مناعه، كل الحاجات دي روافع مناعه ومضاد حيوي ممتاز جدا جدا. سواء الفلفل الاسمر، الشطه الحاره قاتل للبكتيريا، ال- القرفه، الكزبره، الكمون، الحاجات دي كلها، الفلفل الاسود، الحاجات دي كلها ممتازه جدا جدا. الملح املاح عاليه جدا جدا، هتخلي الطيور بتاعتك مش هيحصل فيها كساح. النشا هيرفع من الوزن عندك ويمنع الاسهالات. الشيح كمثل برضو قاتل للبكتيريا، يقتل اي ديدان في جسم الطير بتاعك، برضو يقتل الاسهالات. يعني الكلام ده كله مفيد جدا جدا. مش هنحتاج لاي خلطات، مش هنحتاج لاي وصفات. هنبدا نضيف الحاجات، المكونات بتاعتنا. انا حاطه معلقه واحده اهيت من الشطه والفلفل الاسود اهوت، يعني هنحط منه هنشيله. والله من اللي بحطه للبيت عندي، انا جايبه من اللي بحطه للبيت عندي يا جماعه. ما بستخسرش حاجه في طيوري، لان الطيور ديت يعتبر راس مالي. ما بستخسرش فيهم اي حاجه. الملح بقى يا جماعه مش نروح نجيب كميه كبيره. انا عندي كميه علف يعتبر 45 كيلو او 50 كيلو، هنحط معلقتين ملح فقط لا غير. مش هروح اجيب كميه كبيره وليكن كيس او اتنين وراح احط على الكلام ده كله، لا غلط. كتر الملح برده غلط، هنهري مصارين الطيور بتاعنا. النشا بقى حط زي ما انت عايزه، النشا حط زي ما انتوا عايزين. النشا ده جميل جدا جدا، جميل ممتاز، هيرفع معاك الاوزان وهيقتل بصوا، وهيوقف اي اسهال في جسم الطير بتاعك. مطهر للامعاء، جميل جدا جدا. حطيت قدام منكم حوالي عن 4 معالق او 5 معالق اهوت. الشيح برضو زي ما انت عايزه حطهم، مش هياكلوا الجذور بس هياكلوا الناعم اللي في الايه الشيح. الشيح بدل ما نقعد نغلي بقى وننحف نفسنا، لا اهوت. احط كميه هيت على العلف بتاعنا اهو. كل المكونات ديت ممتازه جدا جدا اهو، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده.
اهو كل المكونات دي مع بعضها كده همسكها اخلطها كويس جدا جدا، وهبدا اقلب الخلطه بتاعتنا كويس بحيث ان كل ده يتجانس مع بعضه في الخلطه اللي احنا عملناها النهارده دي. كده بقى احنا لا محتاجين لا خلطه ولا وصفه ولا اي كلام من ده خالص. بسم الله ما شاء الله، الخلطه دي ممتازه ممتازه ممتازه، حاجه في منتهى الجمال. هنعرف منها دلوقتي الفراخ الشامورد البلدي، وهنعرف منها الفراخ اللي في العشه اللي هي الهندي على الفيو، عفوا على الجمازه، على الهندي، على البراهمه قصدي، يعني اي طيور موجوده عندنا في البيت هنا ما عدا الهند والبراهمه الكبار هنعلف منها. فربنا ييسر الحال، يعني لو في استطاعه ان انا كنت اعلف الهند والبراهمه الكبار كنت علفت، بس عشان اعلف الهند والبراهمه الكبار عايزه لي بقى كل يوم خلطه قد دي كده عشان اقدر اعلف طيوري كلها بنفس النظام ده كده. بس بسم الله ما شاء الله الخلطه دي جميله جدا جدا، والله العظيم لو اعتمدتوها هتدعوا لي عليها. تسمين عالي جدا جدا، هتمنع الاسهالات اللي في جسم الطير عندك، هترفع الاوزان، هترفع المناعه في جسم الطير، هتقتل اي بكتيريا، هتموت الديدان لو الطيور بتاعتك ضعيفه بسبب الديدان اللي في جسم الطيور عندك، هتموت الديدان، هتنظف امعاء الطير. يعني كل اللي انت محتاجينه هتلاقوه في الخلطه اللي احنا عملناها النهارده دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الخلطه ديت ممتازه جدا جدا. انا اخدت شكاره عيش كبيره رحت دشيتها وجيت، ممكن تعمل لها 20 كام و20، يعني ممكن الوجبه دي كلها تعمل لها 50 كيلو او تقل عن 50 كيلو شويه. بس يعني انا نسيت حاجه تانية، ان انا كنت اخدت توم فركته على العيش وانا بدش، دي الحاجه اللي انا نسيتها، لان لما باجي ادش عيش وهعمل خلطه ببقى اخد توم وادشه في العيش، بيخلي ريحه العلف ممتازه ويفتح شهيه الطير ويبقى مضاد حيوي طبيعي جدا جدا. فاحنا حاطين برده مضاد حيوي كتير برده اهوت. هقلب بقى الخلطه كلها بنفس النظام ده كده، وهرجع لكم بعد ما اعبيها وهبدا اوزع على الطيور معاكم ان شاء الله، فخليكم معايا كده حبايب قلبي. انا قلبت على قد ما قدرت، لان برضو اعتبر ان الطشت مسحوم، مش عارفه ان انا هقلب كويس، فانا هبدا اخف منها شويه عشان اعرف اقلب بقيتها واعلف الطيور اللي هعلفها اخف الطشت، والباقي اجي اقلبه واعبيه بقى في الشكاير. فهنعدي دلوقتي حالا نعلف الفراخ بتاعتنا الشامورد ونشوف مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. البط لسه قدام منه علف، مش محتاج علف النهارده، مش هحط له عشان ما اكومش قدامه، لان الكميه بقت بسيطه فما عادوش بيجروا علف قد كده. كنت الاول ما كنتش بنهضهم علف. الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله مخلصين مسحين. تخيلوا ان انا ما بحط لهم عيش، الفراخ دي ما بحط لها عيش بتسحب في العلف اكتر ما بتكون علفه صافي. يعني سبحان الله، في طيور بتدور على العلفه، بس الفراخ بتاعتي دي ربنا يبارك يا رب فيهم بيدوروا على الوجبه اللي فيها عيش. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ليا وليكم لأمة محمد ان شاء الله، ويرزقنا جميعا اللهم امين يا رب الخير. ربنا يبارك يا رب. يعني دكتور اول شهر بالظبط كده ونبدا ندبح منهم، والبرابر اللي هتبقى موجوده هوديها البيت التاني للبيض ان شاء الله، والديوك هتبقى الاكل لاولادي وكده للبيت، لان بدات فيهم الديوك في الشرد بدات تمسك في الانات وتبدا تخصب فيهم، لان الديوك البلدي بتبدا تخصب بدري. فان شاء الله زي ما قلت لكم شهر زمن هبدا ان انا احط الديوك لوحدها في مكان عشان ما يبهدلوش الانات اللي هتبقى موجوده معاهم. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. شوف بس قدامهم ميه ولا لا ونكمل مع بعض. ناخد برضه شويه الفراخ التانيه برضه نبدا نعلفهم رخلين، لان انا غبت عليهم النهارده على ما جبت علف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ودشيت العيش والجو حر والصحه ملعبكه والنفر ماشي بالقهوه الحمد لله. ندخل بقى كده نشوف الدنيا. انا جيت لكم يا حلونا، افطروا يلا. وكان رايق لكم النهارده، الحته متنضفه والدنيا رايقه ليكم. افطروا يلا اشبعوا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ليا ولكم أمة محمد اجمعين يا رب اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. شوف الفراخ الهندي دي النهارده عامله ايه بعد الكنس والتنظيف ده،
عاملين ايه النهارده؟ نكتين الدنيا على الارض، مش مشكله، بس انتوا كده متعلمين الادب، مفيش حاجه راقدين عليها كده، هم متعلمين الادب. ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب ان شاء الله. خلاص كده يا حبايب قلبي، انا همسك بقى الخلطه بتاعتنا ده اكملها تقليب وهعبيها. دي كانت الخلطه بتاعتنا النهارده، ووريكم الطيور اللي انا هعلفها، البط والفراخ، كل اللي موجود معانا بنفس النظام هعلفهم من الخلطه دي. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. بس لو الفيديو عجبكم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام لا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.